السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، ومساءكم كالعادة. سكر بزيادة، معلش السكر غلي بس لازم يكون فيه سكر بزيادة. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جدعان احنا في السلاك، النهارده السبت 25/10. انا من يوم الخميس الصبح، انا يوم الخميس ما دخلتش السلاكة، يعني خميس وجمعة النهارده السبت، 3 ايام انا ما دخلتش السلاكة. ازاي يا عم الترب؟ امال مين اللي بياكل الحمام وبيشرب الحمام؟ حازم وعمر ابني. لان انا كنت بصطاد سمك من يوم الخميس الصبح لحد يوم الجمعه اخر النهار، جاي البيت المغرب، خدت دش ونمت، ويلا عشان انا برغي كتير نشوف اخبار السلاكه. عاوز اعرف ايه اللي حاصل في السلاكه، فقلت لازم افتح فيديو وتتفرجوا معايا ايه اللي حاصل في السلاكه بتاعتنا. يلا بينا. بصوا يا شباب، نخش كده نقول اول حاجه كده بسم الله ما شاء الله. احنا بنبدا دايما من اليمين وربنا يجعلنا من اهل اليمين. دول القص البناي ده لسه ما حصوش اهو، خلاص. العادات والدكر الصافي برضو لسه ما حصوش. مزيكا والدكر التمر هندي لسه ما حصوش. التيره العاده والدكر النقش لسه ما حصوش. القص البلق السود انا عايزك تركز معايا بالراحه، ها، لسه ما حصوش. القص البلق السود التانيين لسه ما حصوش. القص البلق الخضر لسه ما حصوش. يبقى احنا عندنا كده 7 قصوص من اللي احنا لقيناهم هنا لسه ما حصوش. ومعانا هنا القص الطراطير. انا بمسك النتايه دلوقتي يا جماعه، لقيت النتايه عليها حصوايه، خلاص يعني هتبيض ان شاء الله. نروح بقى هنا للقص الاسترالي اللي هو الدكر العاده والتره الاستراليه اهم، تمام. رموا حصوايه، رموا حصوايه. احنا دلوقتي بعد صلاه الظهر على طول، خلاص. العنابره لسه ما حصوش، مش مستعجلين. نروح هنا بقى للدكر الاحمر والتيره المرقعه، حصوا. تمام يا رجاله، تمام. بصوا بقى، هجيب دلوقتي ورقه وقلم وهكتب فيها بتاريخ 24/10 مش 25. ليه؟ الحمام اغلبيه الوقت واغلبيه الحمام اللي بيبيض يا جماعه بيبيض من فتره المغرب لحد الفجر، لحد الفجر. فالحمام ده محصي امبارح مش محصي النهارده، احنا لسه في اول اليوم. فهكتبهم بتاريخ 24/10. هكتب ورقه كده اهو زي ما حضرتك شايف اهو، معلش عشان الكاميرا مقلوبه. هكتب بتاريخ 24/10. تعالوا نكتبوا الورقتين ونحطهم وهقول لك بعد كده هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا بقى يا رجاله، ادي كتبنا ورقه اهي، استرالي العاده 24/10، وهنا المرقعات 24/10. طيب زي ما احنا متفقين وزي ما انا قلت لكم قبل كده، القص ده بيزق، يعني الدكر العاده ده اهو، الدكر ده مع النتايه دي بيزق. الدكر الاحمر ده اهو والتيره المرقعه دي انا ما خليتهمش يزقوا قبل كده، ولكن عندنا تحضير. تعالوا بقى نشوفوا مين اللي باض في نفس الميعاد. وركز معايا عشان انا قلت لك في السن بتاعت الزغاليل ديت، الحضان لو تحت منه زغاليل في العمر ده يبدا اللي هو يكسر على بعضه ويحصي. عشان كده انا لقيت الغزار. اسمع مني واتعلم. زغاليلك بقت حلوه كده، بطشات عمر 20 يوم اللي هي تحت الحضان، اعرف ان الحضان بتاعك قدام منه من اسبوع ل10 ايام ويبيض. اقوم عامل ايه؟ اقوم ملقي الغزار. فتعالوا النهارده اوري لك الكلام ده عملي، الكلام اللي قلت لك في الفيديو اللي فات النهارده بنفذه لك عملي. اننا رجال افعال وليس اقوال، نحن غية عبد البديع وليس غية عبد السميع. تعالوا نشوفوا بقى النهارده غية عبد البديع عامله ايه. بصوا، شايفين القص ده؟ المسافات تحت منه ايه؟ زغلول، زغلول ابل اخضر. بصوا يا جدعان، بصوا رموا حصوايه اهي، اهي رموا حصوايه. دول برضو اكيد رموها امبارح اهي. تعالوا بس نعمل ايه بقى؟ نحط شويه تحديق ناعم اهو من ده، نحطوه هنا في الفرش بتاع الطاجن اهو، علشان يبقى القص قاعد على الحصويتين، والحصويتين ما يتدحرجوش مننا ويتكسروا مننا، تمام. واخد الحصوايه احطها لهم ايه تاني، خلاص. هنروح نحطه بقى ايه الحصوايه دي عند الجوز دول بكيزه وزغلول،
اهم. خلاص. طيب دول بقى هتحضن تحت منهم ايه يا ابو الترابيب؟ اقرب حاجه ليهم دول، اقرب حاجه ليهم دول اهم. دول هيتحضنوا هناك. خلاص. ده بالنسبه للتحضين بتوع دول. لسه عندنا الخضر ما حسوش والعداد ما حسوش والبلق هنا ما حسوش. خد بالك بقى هنا انا عندي حاجه تاني. بص بقى هنا حاطط حصوايه البوليندا نت اهي. تمام. لو بصينا عليها كده يا جدعان انا شايف ان الحصوايه اهي. ثواني بس اطفي لكم الكشاف عشان تشوفوا معايا اهو. بص يا باشا الحصوايه مش معرقه، يبقى كده الحصوايه دي بايظه. الحصوايه دي ايه؟ اسمع مني، بايظه. دي بايظه. دول هنا محصين امتى البوليندا نت؟ يوم 20/10. خد بالك بقى هسيبها لهم دلوقتي اهي. ويوم 20 ليوم 24 قريب 4 ايام. دي اقصى وقت تحضن تحت منه. يعني لو الفرق 4 ايام 3 ايام حضن، 5 ايام لا. فانا ممكن اخد المرقعات دول، اسمع مني بقى، المرقعات دول اخدهم احطهم تحت الكركنديات واسيب القص ده لما يجيب الحصوايه التانيه احط له حصوتين بلاستيك وانتظر اي قص من دول او الطراطير دول اللي النتات فيها حصوايه واخدهم احضنهم. يبقى انا باخد ايه؟ معادل قريب من بعضه 3 ايام 4 ايام وابدا احضن. اكتر من كده ما تحضنش. ليه؟ لان الزغلول لو فتح قبل ميعاده ب5 ايام ممكن القص ما يلبنهوش. ولو الزغلول جه ميعاده في الفتح وقعد 5 ايام على ميعاده ممكن القص يقوم على الحصى من قبل ما يفتح بيومين. عشان فرق التحضين او الايام كبير. في فرق ما بين مثلا 3 ايام ل5 ايام يا جماعه. ممكن القص يقعد 18. ده الطبيعي. ده الطبيعي. القص بعد 18 يوم بالظبط بيفتح البيضه. صيف شتاء بيطول شويه. في الصيف 18 يوم من اول حصوايه يحصيها، من اول بيضه يحصيها 18 يوم. تمام. بيجلي يوم ويرجع يبيض البيضه الثانيه فبيرقد على الحصويتين. فالاجمالي بتاع الحصى كله 16 يوم 17 يوم في الصيف. في الشتاء ممكن يقعد 19 و20 و21 يوم ويقعد عليهم. بيقعد عليهم بس في الشتاء. خد بالك بقى علشان احنا دلوقتي في شهر 10 وكل سنه في نفس الميعاد اقول لكم خلي بالكم وانتوا برضو ما بتاخدوش بالكم. شهر 12 هيخش عليك في روشه. شهر 12 هيجي عليك يخش خلي بالك في روشه، في نيوكاسل، في جنان. حمام بيتجن بيلف دماغه. فانا مش عاوز حرام حمامك يلف دماغه. اسمع مني نصيحه لوجه الله. لا هقول لك حصن بيراميكسو ولا حصن مش عارف روشه. عليا النعمه كل ده اونطه. كل التحصينات اللي الناس بتعملها دي اونطه. اسمع مني، اسمع مني. فرد الحمام لو السعرات الحراريه بتاعته عاليه وجسمه سخن انسى روشه، انسى سالمونيلا، انسى الكلام ده. في الشتاء الحمام بيسقع يوم جاي مضروب بدور الروشه. طب اعمل ايه يا عم التربو؟ من اول شهر 11 ما يبدا معاك. من اول ما شهر 11 يبدا معاك. عايز يومين في الاسبوع، يومين ميه بليمون وعسل، فيتامين سي ورفع سعرات حراريه وحديد. حاجات طبيعيه، حاجات موجوده في البيت. اسمع مني الكلمتين دول. عايزك في كل اسبوع من شهر 11 لحد 12 ما يخلص كمان اعمل حاجه في الشهرين دول. ميه بليمون وعسل حطهم مع بعض كده ومسق الحمام بتاعك يومين في الاسبوع. عملت كده عديت من الروشه. ما عملتش كده ما تجيش تقول لي الحمام عندي اتروش عاوز له العلاج، عشان الروشه ملهاش علاج. الروشه في الطبيعي ده فيروس والفيروس ملهوش علاج. الميكروب ليه علاج، البكتيريا ليها علاج، الامراض دي ليها علاج. الفيروس اقولها تاني ملهوش علاج. يعني الروشه اللي هيقول لك شيل ديل وشيل جناح وشرط رقبه كل الكلام ده اونطه، لان ده فيروس. هو مش تجلط دموي في الرقبه ولا الكلام ده، هو فيروس ضرب فرد الحمام. الحاجه الوحيده اللي تخفف فرد الحمام من الفيروس ده هو رفع جهاز المناعه بتاعه. اذا رفعت جهاز المناعه بتاعه بتاع الحمام هيقدر يقاوم الفيروس فتره 15 يوم 20 يوم وهتلاقي فرد الحمام قام معاك زي الفل 100 فل و10. طيب اتصبت بالروشه
جالي فرد حمام يا عم ابو حازم اتروش او اتهز او الكلام ده، مفيش غير حاجتين لازم تعملهم معاه. لو هو ما اكلش وما شربش انت هتاكله وتشربه وما تعملش حاجه تاني. هو هيخف لوحده، لو ما خفش تثبت عليه. يعني ايه تثبت عليه؟ يعني بدل ما هو عمال يعمل لك كده ومروش، دماغه هتعمل كده وتثبت عليه. هيعرف ياكل، هيعرف يشرب، هيقدر يكسر، هيعمر معاك، فانت تفرخه. لكن فرد حمام اتروش معاك، واحد قال لك اديله مش عارف ايه واديله ايه وروح مصل ايه، صدقني كل ده كلام ضحك على الدون. انا بقول لك على الصح، انا ماليش عندك مصلحه قدام ربنا، بديك المعلومه اللي انا اكتسبتها من غيط الحمام في ال 35 سنه فبنقلها لك. ومش عاوز الخسائر اللي ممكن انا اقع فيها وغيري يقع فيها انت كمان تقع فيها. خلاص اخواتي وحبايبي، اهم حاجه لو انت استفدت عاوزك تعمل لايك على الفيديو، اعمل مشاركه للفيديو، اكتب كومنت حلو على الفيديو، لان فعلا كومنتاتكم بتهمنا. انتظرونا كل يوم فيديو في السلاك على القناه دي، وفيديو على الرغيه على قناه التربه ابو حازم والحمام. تحياتي ليكم اخواتي وحبايبي. تعالوا قبل ما نقفل الفيديو نلف لفه على الزغاليل ونتفرجوا عليها. تعالوا هنروح هنا كده، اللهم صل على النبي. معانا الزغلول البني ده اهو. انا برضه هخليكم تتابعوا الزغاليل وتشوفوها كده اول باول. خلاص هنا عندنا زغلولتين، ادي واحد احمر وادي واحد ابلق على ورد اهو. والقص ده احتمال يكون كده على حصى ان تلاقي قاعده في الطاجن اهي. هناخد الطاجن بتاعها. انزل يا عم الحاج اهو، بص الطاجن عامل ازاي، ناشف اهو. هناخدوا الطاجن بتاعها نحط لها الفرشه بتاعتنا. والفرشه دي يا جماعه عباره عن جرش ناعم اهو، او كسر رخام ناعم، وهنا كسر رخام خشن بتاع التحديق، وهم برضو بيحدقوا من ده. تمام. وهحط لهم الفرش بتاعهم علشان دول كده ايه، داخلين على حصى. اوعى كده اطلع، دول كده داخلين على حصى. نروح هنا بسم الله ما شاء الله، الزغلولتين الحمر اهم اهم زي الفل. هنا عندنا زغلولتين بنفسجيات اهم برضو الحمد لله. هتقول لي الزغاليل بتتقطف امتى من عند الاهالي يا ابو حازم؟ يعني الزغاليل دي بتلقط يعني بتاكل. امتى بقطفهم؟ انا بقطف الزغلول على كده، شايف باطه ده، شايف باطه العريان ده اللي هو اللحم اللي باين اهو، شايف لما اللحم ده كله يتكسي وما يبانش انا بقطفه. طب بيتكسي بعد قد ايه يا ابو حازم؟ بياخد شهر من اول يوم طلوع من البيضه. يعني من اول ما يطلع من البيضه الزغلول لحد ما يتكسى شهر. يبقى احنا بنقطفه الزغاليل بعد قد ايه؟ بعد شهر. هنا طبعا احنا عندنا الزغلول الاخضر، هنا عندنا زغلول بنفسجي اهو اخوه مات. بصوا هنا عندنا اللي هم البلق على ورد. تمام، اللي هم البلق الحمر هم بيجيبوا لنا على ورد. عايز ابص على الزغلولتين هم لسه ما كلفوش، هنكلفهم. تمام. خدوا بالكم بقى هنا بقى، بصوا يا جماعه انا هكلف النهارده، وعيني هتتابع الزغلولتين دول عشان انا شايفهم برضو ايه، ما بيكبروش المسافه او الكبر او الحجم اللي انا عارفه. خلاص. لو الزغاليل دي النهارده بالليل لقيت القص مأكل زغلول حلو قوي وزغلول ضعيف، باخد الزغلول اللي واكل حلو قوي هروح احطه مع الزغلول البنفسجي لمده يومين هنا. خلاص. واسيب لهم الزغلول اللي هو مش واكل جامد علشان ما يطلعش زغلول كبير وزغلول صغير، زغلول جامد وزغلول ضعيف. خلاص. هنا عندنا زغلولتين اهم، زغلول احمر وزغلول كسخنجي. وهنا عندنا زغلول كسخنجي اهو. تمام. هنا كان عندنا زغلول صافي يا جدعان، كان عندنا زغلول صافي جيت لقيته ميت. هنا كان عندي زغلول صافي، هنا جيت لقيته ميت، زغلول صغير قد كده جيت لقيته ميت. خلاص. تمام. هنا انا عندي زغلول صافي يا جدعان، الزغلول ده عنده باراتايفود في رجله، عنده باراتايفود. تمام. يعني عنده سالمونيلا مفصليه، زغلول صغير اهو. خد بالك بقى من الحاله دي، وانا عاوزكم تتابعوا الزغلول ده. والزغلول ده احنا نسميه ابو موته. حتى بصوا وجاله في جناح اهي، بص اهي، شايف ده باراتايفود سالمونيلا مفصليه اهو، جايه له في الجناح وجايه له في الرجل اهو. بصوا عامله ازاي، بصوا اهو، شايفين دي سالمونيلا مفصليه. هو مش قادر يقف على رجله،
طيب علاجه ايه يا ابو حازم؟ انا مش هقدر اديله اي علاج دلوقتي نهائي، الزغلول لسه صغير، انا مش عارف اديله اي علاج، وفي نفس الوقت هو ما بيجريش على القص علشان يزقه، فهم ما بيزقوهوش، يعني حتى امه وابوه اهو، امه وابوه مش بيزقوه، انا اللي باكله يا جماعه، انا اللي باكله وانا اللي بشربه. طب بتاكله ايه يا عم ابو حازم وبتشربه ايه الزغلول اللي زي ده؟ انا يا باشا بجيب البسله البيضه اهو، ادي الزغلول، انا بجيب البسله البيضه وباخد شويه وبنفخهم له بايدي كده، تمام، وتظبط الدنيا معاه، وبديله شويه ميه وباخده كده زي ما هو، بحطه في الطاجن بتاعه تاني، هو مش قادر يتحرك اهو خلاص، وبسيبه عند القص. عدى يبقى ربنا كاتب لنا نصيب ورزق فيه، ما عداش يبقى الله جاب الله خد، الله عليه العوض. وهنا عندنا زغلول بنيد اهو ما شاء الله صغير اهو، عندنا زغلول بنيد اهو لسه صغير. خلاص يا رجاله بسم الله ما شاء الله، هنا لسه، وهنا المفروض عندنا زغلولتين عيال التمر هندي، عندنا زغلولتين صغيرين هنا اهم، نقولوا بسم الله ما شاء الله، عيال التمر هندي اهم الاتنين اهم، نقولوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم ارزقنا وبارك لنا في حاجتنا. خلاص يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده في السلاكه بتاعتكم، دي سلكتكم يا جدعان قبل ما تكون سلكتي، دي حاجتكم. في الفتره اللي فاتت لو انا ما كنتش بصور هنا اعذروني لان ما كانش في حاجه تتصور، ان شاء الله باذن الله من النهارده كل يوم هينزل لكم فيديو على قناه السلاكه وقناه الفرخ، يوم الخميس والجمعه ممكن ما انزلش فيهم، او بالاخص يوم الجمعه والسبت. تحياتي ليكم وكل اخواتي اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر، تحياتي لكل الوطن العربي. اهم حاجه تصلي على النبي وتعمل كومنت، ارزع كومنتك كلمتين كده، عايز اشوف الكومنتات دي بتضرب نار، ولايكك. اخواتي اني احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.